مرحب مرحب يا رمضان، يا شهر الخير والبركة والجمال. كل سنة وانتم طيبين. يا مساء السعادة على عيونكم. انا بقى بحب كده لما احضر الفطار بتاع رمضان او عامة احضر الاكل، اجيب كل حاجة عندي احطها على الكونتر كده زي ما انتم شايفين، البصل اللحوم الرز، كل حاجة احطها قدامي على الكونتر عشان خاطر مفضلش رايحة جاية على التلاجة، مفضلش رايحة جاية على الفريزر، وافضل بقى رايحه جايه واتعب نفسي احضر حاجتي كلها. جبت عندي البصل وجبت عندي البانيه وجبت عندي اللحمه المفرومه، حطيتها عندي نص كيلو لحمه مفرومه هاخد ربعها، وجبت عندي نص كيلو بانيه برضو هاخد ربعهم. قلت بقى ابشر البصل كده واخلص منه، بقى عندي بصلتين كبار قوي، الاتنين تقريبا نص كيلو، عشان خاطر اعمل بيهم حاجتي كلها، لان انا حاجتي النهارده هتاخد بصل كتير. بشرتهم بقى كده، ويا ريت لو عندك كبه، انا عندي كبه بس مش عارفه استخدمها، عشان خاطر عينك هتتعمي، لان انا عيني اتعمت. قلت بقى اتبل كله بالمره، واللي هاخده هستخدمه، واللي هسيبه يعني اسيبه اليوم تاني. عندنا بقى البصل بعد ما بشرته بالعين اللي هي ضيقه جدا، ابتدي ان انا اعصره بالمصفى عندي كده زي ما انتم شايفين. هاخد الميه بتاعته للبانيه، والتفل بتاع البصل هاخده للكفته بتاعتي. انا طبعا حاطه بانيه وحاطه كفته، الدنيا بقت غاليه وصعبه. انا هعمل نوعين بس، هعمل مثلا ربع كيلو كفته، هعمل كام صباع كفته كده صغيرين على قدينا، وهعمل ربع كيلو بانيه. يعني من البانيه ده هاخد نصه، يعني هعمل حوالي ربع كيلو بانيه، بتاع حوالي أربع 3 شرايح أو 4 شرايح، 3 شرايح تقريبا. ممكن نعمل حاجات كتيرة قوي وأصناف كتيرة قوي على المائدة أو على السفرة. مش هتكلفنا حاجة خالص يعني. ممكن نعمل 100 صنف، بس بتبقى حاجات بسيطة كده. بس انتوا عارفين رمضان بيحب بقى الخير والأكل الكتير وكده. كل سنة وانتوا طيبين يا جماعة. فبعد بقى ما تبلت عندي البانيه حطيت عندي التوابل اللي انتوا بتحبوها حطوها عليه، والتوابل برضو اللي بتحبوها حطها على الكفته عندكم، على اللحمه المفرومه. انا حطيت التفل عندي على بتاع البصل على الكفته، وقطعت حته بصلايه كده، حته فلفل كده صغير. عندي بقى بعمل اختراع او حاجه حلوه قوي في الكفته. بحب ان انا الفها عندي على سيخ، او لو ما عندكيش سيخ يبقى معلقه، ما عندكيش معلقه يبقى مقوار. بيبقى فيه فتحه كده، لما بتيجي تعملي لها الفحمايه وتدخنيها، الدخان بيدخل جواها كده بتاع الفحمه، بيخليها طعمها اكنك شوياها عند بتاع الكباب، جايباها من عند بتاع الكباب بجد. زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي ان انا اعصجها على المعلقه عندي، وبعد ما اعصجها على المعلقه عندي هروح سحبها. اهو انا جبت المقوار برضه عشان خاطر اعرفكم، المقوار بتبقى فتحته كمان اكبر واحسن. زي ما انتوا شايفين كده، بعصجها كده، بضغطها كده اكني بضغطها على السيخ الكفته، وابتدي ان انا اسحبها كده بالراحه. انا بحب تحت الكفته احط بصل شرايح ومن فوقيه. انتوا مش متخيلين كده صباع الكفته كده مع شريحه البصل كده اللي كانت تحتيها، واخده البهاريس وواخده الجمال بتاع الكفته اللي نازل من الكفته. حاجه بقى كده ايه، بتضرب في النافوخ. هبتدي بقى ان انا اعمل الكفته بتاعتي، اصبعها كلها. مش هصبعها كلها، هاخد زي ما قلت لكم نصها كده، والباقي هسيبه هعمل بيه حاجه تانية في يوم تاني، او هعمله كفته في يوم تاني عادي. انا تقريبا خلصت الكميه بتاعتي اللي انا هعملها، استكفيت بيها كده. هبتدي ان انا اجيب بصلايه واقطعها كده، بقيه البصلايه هقطعها كده برضو شرايح كده من فوق الكفته. زي ما قلت لكم والله بتديها مذاق فظيع فظيع. هبتدي بقى ان انا اخدها عندي وعلى البوتاجاز احطها على النار. انا كده خلصت تقريبا. انا بدخل المطبخ متاخر، بخلص على طول اللهم لك الحمد، ربنا بيبارك. اصلي العصر كده وادخل على المطبخ. صدقوني اول ما تصلوا العصر ربنا هيكرمكم. ازاي؟ جربوا. عندي بقى بصلايه كده صغيره ببشرها للرز بتاعي، بحب اعمله بالبصله كده، بيديله طعم ومذاق فظيع. هبتدي ان انا اشوحها كده على النار، واول ما تصفر معانا معلقه سمنه وشويه زيت صغيرين. هبتدي بقى ان انا اشوح كده عندي البصلايه تشويحه كده. اول ما تصفر هبتدي ان انا ارمي الرز البسمتي بتاعي. زي ما انتوا شايفين كده معايا.
ممكن بقى تعملوه ابيض كده بيبقى لونه حلو قوي. ممكن بس انا حبيت ان انا كان عندي معلقتين كركم كده رحت حطاهم. لو ما كانش عندي معلقتين كركم بعمله ابيض بيبقى طعمه فظيع. حطوا بقى توابل بقى اللي عندكم، بهارات الكبسه، فلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه، اللي تحبوه حط اللي تحبوه في الرز البسمتي حطوه من البهارات. بعد كده بقى هبتدي ان انا اسقي الرز بتاعي بعد ما شوحته ولفيته لفتين كده هسقيه. بيبقى السقيه بتاعته ضعف الرز المصري، يعني مثلا كوبايه من الرز البسمتي عليها كوبايتين من الشوربه. زي ما قلت لكم حطوا التوابل اللي انتوا عايزينها. كده انا تقريبا خلصت من الرز. ادخل بقى على اللي بعده. الرز عندي ابتدى ان هو يغلي، هبتدي ان انا اوطي عليه خالص، هوطي عليه النار خالص كده، اسيبه شعرايه. اروح بقى للكفته. الكفته انا كنت عامله لها فحميتين محمحتين كده. ببتدي ان انا اجيب حته ورق، قطعه ورق سلوفانه كده، اعملها زي الطبق الصغير كده، وابتدي ان انا احط فيها الفحميه بتاعتي واحط عليها نقطه زيت. اول ما الاقيها دخنت كده اروح قافله عليها كويس بالغطا بتاعها، واحطها عندي في مكان مغلق زي الفرن، الميكرويف، اي حاجه مكان مغلق عندي احطها فيه. خلصنا من الكفته ندخل بقى على البانيه اللي احنا متبلينه بميه البصل والبهارات اللي انتوا حابينها حطوها، وملح وسكر وبس. على كده انا ما بحبش لا احط له بيض ولا احب احط له اي حاجه خالص، هو دقيق بس. بيبقى عامل زي فراخ كنتاكي كده مقرمشه وبتتنفخ كده، بتتنفخ والله اكنه عيش بيتنفخ، بيبقى طعمه فظيع. هبتدي ان انا اعفره في الدقيق كده تعفيره بسيطه، وعندي على طاسه سخنه فيها زيت سخن، وهبتدي ان انا احطه اقليه يمين يتحمر من الوش ده، اروح قلبيه على الوش التاني زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. زي ما انتوا هتشوفوا كده، ببتدي ان هو ياخد وش من الناحيه التانية، هبتدي ان انا اقلبه بقى كده زي ما انتوا هتشوفوا معايا. شايفين اللون الجميل ده ولا الطعم؟ الله على الطعم فعلا. رمضان بقى بيحب الخير وبيحب التشكيل والتنويع، وممكن نشكل وننوع ونعمل 100 صنف بأقل الأشياء، وهنكون عاملين حاجات قليلة كده على القد. من ناحية هنعمل حاجات كتيرة تفتح النفس وتفتح العين، واللي بيحب حاجة هياكلها، ومن ناحية تانية هنوفر برضو او تكون هي نفس التكلفة بتاعة الحاجات الكتيرة. يعني انا بدل ما كنت هعمل نص كيلو بانيه، لا هعمل ربع كيلو بانيه وهعمل ربع كيلو كفتة، وعملت نوعين. شايفين بقى الجمال؟ الرز المفلفل الفظيع، الله الله الله، يم 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 يم. شايفين بقى الجمال؟ شايفين الكفتة والجمال؟ مورتكوش بقى وانا بعمل الميلك تشيك مانجا فظيعة باللبن والمانجا والسكر والكيس فانيليا كده صغير، بيخلي طعم العصاير عامة في ناحية تانية، وبالذات عصير الموز وعصير المانجا وعصير الفراولة. كل سنة وانتم طيبين، بعود عليكم الأيام بخير. متنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتسيبولي لايك وتعليق حلو زيكم.